هنعمل مع بعض البطاطا بطريقة جديدة. انسي بقى الشوي والسلق، هنعملها بطريقة سهلة جدا. انا عن نفسي بموت فيها، كل اللي هيدوقها هيتجنن عليها. مش هتحسي انك بتاكلي بطاطا اصلا، هتحسي انك بتاكلي نوع من الحلويات الفاخر من الاخر. يلا بينا ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجة لما تيجي تشتري البطاطا هتختاري اللي حجمها سميك شوية، مش هنختار رفيعة، لان احنا عايزين البطاطا بتاعتنا تبقى ملحمة زي ما انتوا شايفين. الحجم ده حلو جدا. بغسلها بقى كويس جدا بعد ما بنقعها في مية، وبغير عليها المية كل شوية. وبعد كده تحت الحنفية بالسبونشة بتاعت الخضار بغسلها كويس جدا زي ما انتوا شايفين لحد ما لونها غير معايا. طبعا اهم حاجة ان احنا نغسلها كويس، لان الطينة بتاعة الزرع بتكون لازقة فيها جدا. زي ما انتوا شايفين بقى قشرنا البطاطا بتاعتنا. هبدأ بقى اقطعها حلقات. الحلقات اللي هقطعها لا رفيعة ولا سميكة، علشان خاطر تستوي معايا بسهولة وما تاخدش معايا وقت في السوى. هقطع بقى كل الكمية بتاعتي حلقات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الكمية على حسب ما انتي عايزة. الكمية بتاعتي اللي انا استخدمتها للوصفة حوالي كيلو. هنزل بقى ب3 معالق كبيرة من السكر، وكمان 3 معالق كبيرة من المية. مش هزود كمية المية بتاعتنا لان البطاطا هينزل منها كمية مية كبيرة جدا. البطاطا بتبقى مليانة سوائل، فاحنا مش هنزود المية بتاعتنا. هنحط بقى نقطتين كده من الفانيليا السايلة، ولو ما عندكيش فانيليا سايلة حطي كيس من الفانيليا. هرفع البطاطا بتاعتي على النار لحد بقى ما تاخد غلوتين، وهغطي عليها واسيبها تستوي براحتها. انا عايزة البطاطا بتاعتي تستوي جدا، عايزاها تبقى مهرية معايا. هتاخد معايا عملية السوى حوالي من ربع لتلت ساعة. هدي عليها النار وسيبيها تستوي براحتها خالص. كده بقى البطاطا بتاعتي دخلت على السوا، وكده بقت جاهزة معايا وتمام. البطاطا من الحاجات الجميلة جدا ومغذية جدا، فاحنا عايزين نستغل الموسم بتاعها وان هي موجودة دلوقتي وسعرها حلو جدا، ونعمل بيها وصفات جميلة. زي ما انتوا شايفين بقى هبدأ اهرس البطاطا بتاعتي كويس جدا، ما خدتش معايا اي مجهود، اتهرست بمنتهى السهولة. وممكن كمان تهرسيها بمعلقة. هبدأ بقى اجيب البايركس بتاعي او الصينية الموجودة عندك، وافرد البطاطا بتاعتي. هفردها كويس جدا كده واسويها في البايركس بتاعي. بس كده بقت تمام التمام. هشيل بقى البطاطا بتاعتي على جنب. تعالوا نعمل الطبقة اللي هنحطها على وش البطاطا ونشوف هنعملها ازاي. حل على النار وهنزل ب3 معالق كبيرة من السمنة، وبعد كده هنزل ب3 معالق كبيرة من الدقيق. يعني الدقيق يكون المعيار بتاعه قد السمنة بالظبط. هتحطي 3 معالق من السمنة يبقى عليهم 3 معالق من الدقيق. اول ما السمنة بتاعتي بتسيح كويس جدا وبتسخن شوية، بنزل بالدقيق وافضل اقلب بقى، ما سيبش التقليب خالص لحد بس ما الدقيق بتاعي ياخد من طعم السمنة. وبعد كده هنزل بكوباية ونص من الحليب. يعني المقدار عشان يكون معاكي مظبوط، معلقة دقيق عليها معلقة من السمنة او الزبدة ونص كوباية من الحليب. طبعا تقدري تستخدمي زبدة او سمنة زي ما تحبي. كده البشاميل بتاعنا بقى هفضل اقلب فيه لحد ما يربط معايا ويطلع معايا حلو جدا زي ما انتوا شايفين، ولا فيه اي تكتلات ولا كلكع معايا ولا اي حاجة. اهم حاجة التقليب المستمر ويبقى على نار هادية. بعد كده هحط 3 معالق كبيرة من السكر وفانيليا سايلة. طبعا انتي تقدري كمية السكر تتحكمي فيها، لو حابة تحطي اقل من 3 معالق حطي، بس هي كده كمية مظبوطة والمكونات كلها مظبوطة مع بعض. كده بقى زي ما انتوا شايفين البشاميل بتاعي بقى حلو جدا. اعيد لكم تاني المقادير: نص كوباية من الحليب هيكون عليها معلقة كبيرة من الدقيق، ومعلقة كبيرة من السمنة، ومعلقة كبيرة من السكر. كده البشاميل بتاعك هيطلع معياره وسمكه حلو جدا جدا.
شايفين الجمال والحلاوة بتاعت البشاميل؟ البشاميل بتاعنا حكاية، ولا أحلى ولا أروع من كده. تعالوا بقى هنحط البشاميل بتاعنا على البطاطا اللي رصيناها في البايركس. طبعا تقدري تستخدمي أي صينية مدورة مربعة عندك، مفيش أي مشكلة خالص. هنفرد بقى بظهر المعلقة بتاعتنا كده البشاميل اللي على وش البطاطا. مش عايزة اقول لكم وصفة جميلة ومغذية وطعمها بجد تحفة، وما خدتش معانا وقت خالص في التحضير. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ طبقة البطاطا تحت مع طبقة البشاميل، حاجة كده في منتهى الجمال. علشان البطاطا بتاعتي والبشاميل ياخد معايا وش حلو جدا وما تبقاش دسمة، هرش بقى رشة حلوة كده من السكر البودرة. مش هحط سمنة ولا هحط قشطة ولا الكلام ده، علشان البطاطا بتاعتي بطبيعتها هي بتكون تقيلة شوية كمان مع البشاميل، فكده كفاية جدا. مش مستحملة بقى لا سمنة ولا قشطة. رشيت بقى رشة حلوة كده من السكر البودر، وهبدأ بقى اخد الطاجن بتاعي احطه تحت الشواية. مش هحطه غير تحت الشواية. حابة تولع عليه الفرن لمدة 10 دقايق، وبعد كده تطفي الفرن من تحت وتفتحي عليه الشواية، تمام. حابة تسويها تحت الشواية على طول، يبقى تمام جدا. عندي البطاطا والبشاميل مستويين كويس، ومش محتاجة غير ان هي تاخد الوش الجميل اللي انتوا شايفينه ده كده. بقى شايفين الحلاوة والجمال؟ البشاميل بتاعي متماسك ولا سايل، والقوام بتاعه مظبوط ومية مية. شايفين بقى؟ مفيش احلى ولا اطعم من كده. بجد بجد بطاطا حلوة وطعمها فعلا ولا احلى ولا اروع من كده. حلوة جدا، عملناها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، مخدتش معانا وقت خالص في التحضير. وتحداكي بقى ان كل اللي هياكلها هيطلبها منك على طول، والكل هيتجنن عليها من حلاوتها وطعمتها. بحبكم في الله، وربنا يسعد قلوبكم بكل خير وكل هنا. واستنوني في وصفة جديدة، والسلام عليكم.